أخيراً رحنا مصيف ورحنا دهب. ايه رأيكم في البورنيتا؟ تجنن صح؟ من وقت ما وصلنا الواحد ما كانش عارف يعمل ايه ولا ايه. نزلنا في فندق ديارنا. تعالوا فرجكوا على الأوضة. الأوضة كيوت خالص. بصوا ده الحمام يا جماعة، وعلى البول اهو. بس قاعدين جوه الشارع. بحر بحر بحر. دي زلطة شبه الكبدة، ودي شبه بت الديناصور. دي بقى عليها شوية دم كده، تحس ان عليها دم. شكلها فظيع فظيع. دي شكلها عجبني جدا، مش فارقة شبه ايه. دول بقى شوية قواقع صغننين اكنهم طالعين من فيلم قديم ابيض واسود. تجنن. عايز برتقال. هما الأغنياء بيشربوه ازاي؟ مش عارف اعوم ولا اشرب. بيشربوه ازاي؟ ده كربط غرقان في الترع. واحنا هناك قابلنا بنوته من متابعينا اسمها ليال، ومامتها طلعت بتعمل اكسسوارز تحفه. روحوا شوفوا شغلها على صفحتها كردان، واي حد هيشتري منها اعمل له فولو. وبالليل اتعشينا في مشويات المصري. الاكل كان حلو بس مش واو، وبعدها قلنا نشرب حاجه بقى. رحنا قعدنا في كافيه 100 100 وشربنا شاي بدوي 100 100. تاني يوم قررنا نروح البلو هول عشان نعمل سنوركلينج. ده كابتن مجدي اللي ظبط لنا احلى رحله. احنا ان شاء الله مع بعض هنا 3 اماكن في المحميه دي. اول محميه البلو هول. طبعا كان لازم نلبس اللايف جاكيت والنضاره ونتشيك عشان نقابل السمك. احلى شعب مرجانيه وسمك ملون في العالم. دلوقتي يا جماعه نزلنا عملنا سنوركلينج، بس في مشكله كبيره. كان معايا حكايه في البحر وفي سمكه شتمتني، وانا مش هسيب حقي. بعد كده بنستنى دورنا وناخد زودياك يودينا ابو جالوم. انا اسمي الحقيقي دانيال. وهنا وصلنا ابو جالوم، وتقدر تعمل سنوركلينج برضو. بعد كده خدنا عربيه علشان نروح مكان تالت، ورحنا المكان التالت وهو شط البلو لاجون اللي تحسه حته من المالديف في مصر. هدوء. سمكه قرش. تعالي. لو غرقت هقول لامك اياكي تغرقي. ومن كتر الفرهده نمنا واحنا راجعين. وبعد كده بنرجع هنا تاني، نقعد شويه كمان بتاع 10 دقايق، وبعد كده العربيه بتيجي تاخدنا ونرجع على الاوتيل. ده اليوم بتاعنا ان شاء الله الجميل. وفعلا العربيه جت خدتنا ورجعنا الاوتيل جعانين. ورحنا كلنا فرايد تشيكن في JRC تحفه، والكاتشب كان يجنن. واليوم اللي بعده رحنا بقى الثري بولز، عملنا هناك سفاري. وكان لازم نحط جبنه علشان الشمس ما تاكلناش. يا ابني جبنه ايه؟ اسمه لاروش بوزيه. المهم الشمس ما تاكلناش. ودي يا جماعه آية هي اللي سايقه، بس الشال مغطي وشها. وصلنا وادي قناي، ولازم نمشي هنا بالراحه. المكان ما فيهوش تاريخ ابن يومين، يعني لو دفنت اسماعيل هنا محدش هيحس. وجابوا لنا شاي بدوي عشان نشربه. انا حاسس ان انا لو اتعورت هنا مش هنزل دم، هنزل شاي بالمرمريه. وقلنا نطلع الوادي بقى ونتفرج. وبرضه لازم نمشي بالراحه خالص. ويلكم تو وادي قناي. حاولنا نطلع اكتر بس لقينا يافطه هنا مكتوب ممنوع الصعود الى العلا. الى الاعلى. انت بتزعلي لي ليه وانا اللي كاتبها؟ واحنا راجعين قابلنا شويه جمال مريحين قدام البحر. هلو جمال. الجمال هناك مستكنيصه، ناقص تلبس بيكيني. وطبعا لازم نلبس عشان نعمل سنوركلينج في 3 بولز. ممكن تدخلوني معاكم الشط؟ لا. يعني ايه لا؟ يعني ايه لا برضه؟ افتحوا لي الباب يعني. لا يا فندم ما تصوريش، ما حدش يصور هنا. تصوريش. ليه؟ تصوريش. رحنا مطعم فندق بينجوين عشان نتغدى وكان تحفه. وبالليل رحنا سهره في الجبل وشربنا الشاي البدوي بالمرمريه للمره المليون. الحفله ما عجبتناش فخرجنا بقى نتمرجح شويه. وهناك قابلنا شنوده، واحد من الفولورز مع عيلته. بعد ما اتصورنا معاه اكتشفنا ان هو بيغني. بكلم السي او، يعني بكلم نفسي وانا نظر ليفل، عايز الام زي الاتش تبقى تريبل، فرق كبير كلام بينا انا بكتبه وانتوا بتزيفوا عشان كده هتخيشوا. حضرت الجن وزي الكاش بس خلصت. اليوم اللي بعده صورت لكم الفطار بقى، لاني لحد دلوقتي ما كنتش صورته. فطرنا وجهزنا عشان نروح رحله اليخت. ودي رحله بنطلع بالمركب لنص البحر عشان نعمل سنوركلينج. طقم المركب كان شاطر جدا. وده كابتن مختار بيشرح لنا كل حاجه. ودي كابتن آية بتسوق بينا المركب، وواضح ان في حد ضرب غرزه قدامها ولا حاجه بتزعق له. انا الوحيد طبعا اللي كنت عارف اللي فيها وجاهز للغرق.
وقبل ما ننزل كان لازم نحط جبنه. يا ابني اسمه لاروش بوزيه. يا عظمك يا رضا. وانا زي اي ست لازم اعمل احتياطاتي علشان ما فيش سمكه تبصله. ولازم كالعاده نلبس ونتشيك علشان نقابل السمك. واهم حاجه ان الست تشيل جوزها حرفيا. وقابلنا هناك ناس من الفولورز وطلب يتصور معانا. ورحنا اتغدينا في افري داي، بس ما لحقتش بقى اصور لكم البيتزا علشان في واحد كده كلها. ويا دوب لحقت اصور التشيز كيك رغم ان نفس الواحد ده كل من الاتنين اول ما نزلوا. وبالليل رحنا نركب عجل. سوق عجل؟ وآية طلعت فعلا بتعرف تسوق عجل. واسماعيل كمان سواق عجل بريمو. وكنا قاعدين في الشارع كده بنتناقش بهدوء، دخل علينا محمد، وعلى فكرة هو بيتابعنا وبيبيع حظاظات وسلاسل في دهب. احنا قابلنا محمد 3 مرات وكنا معجبين بشطارته قوي رغم صغر سنه، وما صورناش معاه غير لما قابلنا مامته واستأذناها. انا بمشي من اول المحلاوي لحد شمس، فندق شمس. انا بخليني ماشي كل يوم هنا. ورحنا نلعب بلياردو. وآية طلعت ما بتعرفش تلعب، فكان لازم اوريهم اللعب على اصوله. اليوم اللي بعده رحنا الشاطئ العام. وده شاطئ كده رملي علشان الناس اللي ما بتعرفش تعوم زي. يا ابني بتزعق ليه؟ الدخول بقى ببلاش. وبرضه لبست اللايف جاكيت. وبالليل رحنا نتعشى في شادر السمك، والحمد لله الحمد لله اخيرا لحقت اصور لكم الاكل قبل ما نفس الواحد اللي كل البيتزا ياكل بقى الجمبري. وده مكان معرفتش اقرا اسمه، بس ينفع تشتري منه هدايا حلوه. ورحنا قعدنا في كافيه بيت كريم وشربنا الشاي البدوي بالمرمريه. وآية قررت تسلي الناس بمواهبها على الدرامز. تعرف ان انا اتبسطت ان انت كنت بتشجعني؟ اشجع ايه؟ ده الناس بتمشي من الكافيه بسببك. فقررت اتصرف واغني لهم علشان صوتي حلو طبعا. وانا سمعت صاحب الكافيه بيسأل فين جوز الست دي عشان نضربه فجريت. واحنا طلعنا الرحله دي تبع شركه سقراط لتنظيم الرحلات، وده مش اعلان يا جماعه بس هم يستحقوا بصراحه، ودي صفحتهم على الفيسبوك وده الاكونت بتاعهم على تيك توك. وعايز اشكر استاذه داليا واستاذه هاجر واستاذ زين واستاذ وليد لمتابعتهم لينا لحظه بلحظه عشان يطمنوا ان احنا مبسوطين. ولما تروح دهب ما تدورش على العربيات، اتصل بالرقم ده عم ابو طارق اتعرفنا عليه هناك، هيلففك دهب كلها وبارخص الاسعار. وما تنسوش لو رايح البلو هول كلم كابتن مجدي، ولو ماشي في الممشى لازم تدور على محمد وتشتري منه وتسلم لي عليه. باي باي حبايب اسماعيل وآية. باي.